السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزاتي الغاليات، إن شاء الله اليوم أقدم لكم طبختنا اللي هي مطبق السمك السمتي. طبعا أدي السمكة بعد ما نظفتها من الخارج ومن الداخل وملحتها ونظفتها أيضا بالليمون. عندي 3 أكواب تمن والبهارات كاري سمك والكاري والكركم والفلفل الأحمر والأسود وأيضا الشعرية. طبعا هاي المكونات أيضا مع البصل اللي على النار. هذه المكونات أيضا للتمن. هنا نبدي عملية طبخ الرز أو التمن، اللي هي نحمس البصل مع البهارات ونقلب حتى تمتزج المواد مع بعضها، وبعدين بعد ما أحمسهن ويذبل شوية البصل أبدي أضيف الشعرية. هنا أنا ضفت الشعرية وأيضا حمستها أو شوحتها وأخذت اللون اللي أنا أريده. طبعا أبدي أضيف الرز بهاي المرحلة. استمر بتقليب الرز إلى أن ياخذ لون ويتجانس أيضا ويتغير لونه ويذبل ويا المحتويات أو يمتص البهارات والطعم، واستمر بتقليبه. حركه بشكل ممتاز طبعا حتى كلش يتجانس وياخذ لون بالبداية قبل لا تضيفيه للمي ويمتص الطعم ويصير طعمه جميل. وافضل دائما هيك يسوون التمن قبل لا تضيفونه هو المي مباشرة. البعض يضيف المي والرز مع بعضهن، فالطعم ما يكون يعني جدا جميل. في الحالة اني اضل شوفوا شلون اقلب بيه وخليت كل حبة رز تاخذ اللون. هنا حبايبي بعد ما شوية خليته ابدي اصب عليه كمية الماء المناسبة اللي كل ست بيت تناسب حسب كمية الرز اللي عندها، وابدي ايضا اخلطه. طبعا كمية الملح المناسبة اللي حسب ذوقك تخلينها. اتركه هنا الى ان يتجانس ويستوي طبعا. وابدي هسه بعملية قلي السمك بعد ما قطعته وخليت البهارات كاري السمك وخلطته. ابدي اقلي السمك ومن اخلص ان شاء الله من القلي راويكم النتيجة النهائية ان شاء الله مع الرز. حبايبي ان شاء الله هاي النتيجة النهائية. طبخة بسيطة جدا، نتمنى تنول رضاكم وتنال اعجابكم ويا ربي ترضي اذواقكم. ان شاء الله تجربوها، جدا بسيطة وسهلة وسريعة مع المقبلات البسيطة اللي متواجدة عندك وعند كل ست بيت. اتمنى ان شاء الله دائما اشوفكم بخير وصحة وسلامة.